يا مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناتي مطبخ ام مرام. بما انه ايام رمضان عم بتقرب فلا بد من اني اعمل لكم هاي الوصفة، وصفة معروك التمر. وصفة جدا ناجحة ومضمونة 100%، فتابعوا معي الفيديو خطوة بخطوة لنعملها مع بعض. كوب حليب دافي رح احطه بالوعاء، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية بحركهم مع بعض. بعد ما حركتهم شوي بضيف 4 معالق سكر. أنا هون بدي العجينة تكون شوي حلوة. راح أقلبهم مع بعض، وبس قلبتهم شوي راح أغطيها وأتركها تتخمر لمدة 5 دقايق. بعد 5 دقايق راح أقيم عنها الغطا، راح أضيف بيضة بحرارة الغرفة. هون أنا استخدمت بيضة متوسطة الحجم. بقلبهم شوي مع بعض وبضيف نص كوب من الزبدة. هون أنا عندي الزبدة لازم تكون دافية، ما لازم تكون سخنة. راح أحركهم مع بعض، وبعد ما انمزج مع الخليط بهذا الشكل راح أضيف 3 كاسات طحين، وراح أضيف رشة صغيرة بيكنج باودر. راح أقلب الخليط مع بعضه لحتى يختفي معي كل الطحين، وبس وصل معي القوام لهذا الشكل راح أبدأ أعجن بإيدي. أخذ معي عجن تقريبا 5 دقايق. وإذا حسيتوا العجينة عم بتلزق معكم فبلوا إيديكم بشوية زيت. بعد ما صارت معي بهذا الشكل راح أحطها بوعاء نظيف. وهون كتير مهم أتركها تتخمر لمدة نصف ساعة. أنا غطيتها بمنشفة نظيفة وتركتها تتخمر. بهالأثناء راح أبدأ أجهز عجينة التمر. أنا عندي حوالي 300 جرام من التمر، أضفت له 3 معالق سمنة. هون فينا نضيف أي منكهات نحنا نحبها مثل الهيل أو القرفة، بس أنا هون ما حبيت أحط لها أي إضافات. وبعد ما تركت العجينة نص ساعة هيك طلعت معي مختمرة بشكل منيح. هون راح أبدأ أقطع العجينة وأشكلها لكرات. راح أكور العجينة بهذا الشكل لحتى يسهل علي الشغلة. وإذا حسيتوا أنتوا عم تشتغلوا عم بتلزق معكم العجينة فبلوا إيديكم بشوية زيت. هون بعد ما كملتها طلعت معي 6 كرات. بعد ما خلصت تكوير كل الكمية راح أبدأ أشكل العجينة. أخذت كمية من التمر وراح أبدأ أفردها على شكل رول. وهون فردت العجينة كمان بإيدي مثل ما لكم شايفين. حطيت بقلبها رول التمر وراح أبدأ أسكر الأطراف، وراح أسكرها، ومن الحواف راح أبدأ أقطعها بهذا الشكل. وهون أنا مجهزة صينية وحاطة بقلبها ورق زبدة. كتير مهم تحطوا ورق الزبدة، وإذا ما في متوفر دهنوا الصينية بزيت. وهون بعد ما خلصت كل الكمية وشكلتها بهذا الشكل راح أضيف حليب مع البيضة وأخفقهم بشكل منيح وأدهن الوجه. وهون فينا نستغني عن البيض ونستخدم بس الحليب، لأنه البيض ممكن يعطي طعم أو ريحة مع المعروض. وهون بعد ما دهنت كل الحبات اللي عندي بالحليب والبيض راح أضيف سمسم مع حبة البركة، بيعطوني طعم جدا طيب. وهون أنا وصلت لأهم مرحلة لنجاح المعروك معي، عملية التخمير بالبخار. أنا عندي الفرن مطفي، أضفت مي مغلية بوعاء وحطيته بالفرن من تحت، ودخلت الصينية لقلب الفرن وتركتهم يتخمروا حوالي نص ساعة. وبعد ما اختمروا معي على البخار لمدة نص ساعة طلعوا معي نافشين بهذا الشكل. راح أشغل الفرن على حرارة 200 من فوق ومن تحت، وبعد ما يسخن أدخل الصينية على الفرن، وهيك بيكونوا انخبزوا. وأخذوا خبز معي حوالي ربع ساعة. وبعد ما تشقروا وطلعوا بهذا الشكل طلعتهم من الفرن. وبعد ما استووا معي راح أضيف على الوجه دبس تمر. هون أنا أضفت دبس التمر لحتى يعطي طراوة وحلا بنفس الوقت. وحبيت أزينهم وأرش على وجهن جوز هند. وهون بعد ما خلصت طلعت هيك النتيجة، عن جد طراوة وطعم وريحة ولا أطيب من هيك. اتبعوا معي الخطوات وراح تحصلوا على نتيجة جدا طيبة. وهيك بيكون فيديوي لليوم خالص. بتمنى بتكون عجبتكم الوصفة، ولا تنسوا دعمي باللايك والشير والاشتراك.
وتابعوني في فيديوهات جديدة، وإن شاء الله تضلوا بخير وصحة، ومع السلامة.